أعزائنا متتبعي قناة دوبامين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم الأبراج والتنجيم. نستضيف فيها الأخصائية والدكتورة خبير علم الأبراج دكتور سليمان السمرائي. نرحب بك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك وبجميع مشاهدينا وخاصة مواليد برج الجوزاء. قلبك متعلق برجل الجوزاء أو امرأة الجوزاء وتهتم به وتريد كسب قلبه، فما هو الحل الأنسب للفوز به؟ كالعادة نستهل الموضوع بالحديث عن رجل الجوزاء. في البداية يجب أن نفهم بعض التفاصيل المهمة عن رجل الجوزاء، حيث أنه الرجل المتكلم البارع الماهر المحبوب المقنع المثقف سريع البديهة ويمتاز بحس دعابة عال جدا. والرحلة إلى قلب رجل الجوزاء تتطلب منك أن تظهري بمظهر ساحر جدا بالنسبة له، فهو شخص متطلب جدا مع شريكته ويريدها أن تكون شخصية مرحة منطلقة غير كئيبة ولا مثيرة للملل، ويريد امرأة تشاركه كل اهتماماته التي تتضمن الانطلاق والاجتماع مع الآخرين وعمل الصداقات والعلاقات المتعددة. وهو أيضا يبحث عن شخص يستطيع أن يمنحه جوا من الإثارة والبهجة. ابدأي حديثك معه بنكتة مرحة وبالمزاح وسؤاله عن الأشياء التي يحبها، وأيضا عرفيه بنفسك وعددي مزاياك الاجتماعية وقدرتك على التأقلم مع جو الحياة الصاخب الذي يعشقه. لا تتأففي وأنت في وجوده من انطلاقه وسعيه وراء التغيير، فهو شخص لا يحب أن يسفي الآخرون ما يفعل. أما الآن هيا بنا ننطلق لاكتشاف السبيل إلى قلب رجل الجوزاء بالتفاصيل. أولا، هو عاشق جامح، ولكن إن رجل الجوزاء ساحر يعرف كيف يغازل بشكل رائع، ومن الصعب جدا مقاومته وصعب التنبؤ بتصرفاته، وفي أوقات كثيرة يتعمد التصرف هكذا حيث يبدو غريب الأطوار أحيانا من أجل أن يداري مشاعره. للأسف هو لا يرتاح مع فكرة أنه يكون واقعا في الحب وغارقا فيه، لذلك نجده من الصعب أن يقع في الحب، ومن الممكن أن يتفاداه مع أنه عاشق جامح وعنده لفتات رومانسية جريئة. الأفكار تؤثر عليه أكثر، لذلك لو حبيبك من برج الجوزاء حاولي أن تأخذي معه طريق العقل والنقاش من وقت لآخر، لأنه لن يرتاح لو بقي طويلا في العالم العاطفي الرومانسي المحض. ثانيا، يحب المغامرة والإثارة. بما أن برج الجوزاء شخصية متقلبة ستجدينه يحب حياة جديدة، يحب جدا حياة المغامرة وتجربة مواضيع جديدة ومثيرة. فلو كان شريك حياتك جوزاء يجب أن تبقي مستعدة ومتحفزة دائما، فمن الممكن أن يصطحبك في تجارب مجنونة وتتعلمي أشياء جديدة لم تجربيها في السابق وفي حياتك العادية. ثالثا، لبق ومنطقي وصريح، إنسان لبق ذكي ودمه عسل، وهذا ما يجعل رجل الجوزاء لا يجد أي صعوبة في تكوين الصداقات، وهو يعرف كيف يتكيف مع أي مجموعة من الناس وفي أي ظروف، حماسي إلى أقصى حد. إنه مزيج جذاب وينقل طاقة إيجابية للناس التي من حوله، يستمتع بالنقاشات المشاكسة، وهو دائما ما يتكلم بالعقل والمنطق، وقدرته العالية على التواصل تجعل الذين حوله يتقبلوا وجهة نظره بطريقة إيجابية. ومن أحلى مميزاته أنه مستمع بارع ويمتلك قدرة فائقة على موازنة الأمور ومواجهة الناس بالحقيقة. رابعا، ماديته جيدة. رجل الجوزاء من النوع الذي يحسب جيدا صحيح أنه يصرف أكثر من اللازم في أي شيء، ولكنه بناء على عقله المنطقي ستجد أن كل استثماراته محسوبة جيدا ومخطط لها بعناية، ونستطيع القول أنه من الصعب أن يدخل في مشروع فشل. خامسا، مغازل رومانسي. رجل الجوزاء رجل محير وصعب فهمه، وهو يحب ويجيد المغازلة ويحب أن يتعرف على شخص جديد. لذلك نجده في بداية حياته كثير التعارف على الفتيات إلى أن يلاقي الفتاة التي تشده وتنسيه كل اللواتي عارفهم من قبل. حينها يتحول لرجل مخلص ويعيش لها هي فقط. سادسا، متعدد المواهب. رجل الجوزاء لديه مواهب كثيرة جدا، يستطيع النجاح في أي عمل يوضع فيه بشرط أن لا يكون العمل مملا. يحبذ أن يكون فيه تحد وتجديد
حتى يبرز فيه كل طاقاته ونشاطه. إن رجل الجوزاء رجل منطقي يعشق النقاشات والمحادثات ويعشق التغيير والتجربة كل جديد. لذلك لو في حياتك جوزاء يجب أن تكوني معه على نفس وتيرة الجنون والتغيير من أجل أن تستمتعي بحياتك المثيرة معه وستعيشين أحلى حياة. نتمنى أن المواصفات التي شرحناها على شخصيته تكون قد أزاحت بعض الغموض والحيرة من شخصية الرجل الجوزاء. ومعنا في التدقيق سنضيف بعض التفاصيل. إذا اجتمعت معه في سهرة مع بعض الأصدقاء فسوف ترينه وهو مشرق وجلي متميز، أستاذ في إلقاء النكت. سيذهب الوقت بينكما دون ملل، وللحق سوف تكونين مفتونة به. إنه أقوى رجل في العالم استطاع أن يحرك لديك مشاعر الحب، ولا شك في أنك ستشعرين معه في هذه اللحظات أنك أسعد امرأة على وجه الأرض، لكنك عندما تستيقظين في اليوم التالي وأنت سابحة في أحلامك العاطفية وتنتظرين دق الهاتف الذي بالطبع لن يدق، فحاولي ألا تفقدي صوابك واتركي كل الأفكار والهواجس التي قد تمزقك، فكل الأفكار التي ستراودك عن تأخره في الاتصال هي أفكار غير منطقية. ففارسك بالأمس قد بدل موعد اللقاء ولربما يظهر بعد أسبوع، لكنه بمزاج جديد قد لا تعجبه تسريحة شعرك أو حتى العطر الذي تستخدمينه. نعم، سوف يحدثك وهو عابس الوجه زائغ العينين، ولن تجدي لديه سببا منطقيا لتأخره عنك لمدة أسبوع أو لتغيير رأيه فيما أعجبه من قبل. والآن عليك أن تسألي نفسك هذا السؤال وأن تكوني واضحة: هل تستطيعين العيش مع رجل بهذه المواصفات؟ الأمر لا يحتمل التجربة، فإنها حياة زوجية طويلة. فإذا كانت إجابتك بنعم فاعلمي بأنه سوف يعود إليك من جديد، يقف أمامك سعيدا ومسرورا، أو تتبدل لديه حالته المزاجية وسوف تكونين أنت أيضا ملكة على عرش قلبه. أما إذا كنت شخصية رومانسية تبحثين عن كرسي بجوار المدفأة وتستمعين إلى الموسيقى الإيقاعية فإجابتك بلا هي أصدق لون في لوحتك. والجوزاء مزواج أو على الأقل يمتلك حبيبين في وقت واحد حتى ولو هرب منه العمر. وصدقيني إذا قلت لك أنه إن لم يفعلها سوف يعوض هذه الازدواجية في أشياء أخرى مثل امتلاك شقتين أو سيارتين. المهم أنه سوف يضيف إلى رصيده ملكية مزدوجة جديدة، وقلما وجد منهم من يكتفي بزوجة واحدة، والأمر مرتبط أولا وأخيرا بك أنت في تكيفك معه. فهو يرغب دائما في أن يجدك متلألئة في الصفوف الأمامية، جديدة دائما لك بريق ليس في ثيابك فقط ولكن في لمعان فكرك أيضا. وأخيرا لابد وأن تعلمي أن الرباط الذي يجمع بينكما ليس رباط الزوجية فقط، وإنما هو رباط روحي وشعوري، وتفهمين بالطبع ماذا أقصد. نظن هكذا استوفينا كل التفاصيل بحق رجل الجوزاء، والآن ننتقل إلى مرأة الجوزاء. تفضل دكتور. المرأة الجوزاء يحلم الرجل بالوصول إليها لأنها صاحبة شخصية جذابة محببة بعيدة عن العقد ومفعمة بالحيوية والمرح. مع لا يشعر الرجل بالملل لكنه في المقابل لا يشعر بالأمان التام. قد تتحكم فيه إذا شعرت بأنه ضعيف ومستعد لمسايرتها، وتبقى شعلته متقدة تجاه من تحب ما دام يترك لها هامشا واسعا من الحرية. متى شعرت بأنها مقيدة تخف حماستها للحب. والآن دعنا ننتقل إلى أهم النصائح كيف تكسب قلب امرأة الجوزاء. إنها تمثل مملكة بمفردها، فهي تجمع بين صفات أكثر من فتاة في أي شخص واحد. لن تحتاج إلى النظر لغيرها، هي تهتم بنفسها جيدا ونشيطة وحيوية، وتتمتع بذوق رفيع في اختيار الألوان التي تناسبها، وتهتم بملابسها وجمالها وزينتها. حياتك معها مليئة بالألوان المبهجة. هي طيبة القلب ولكنها تحب التباهي في بعض الأحيان، لذلك عليك أن تتحملها، فحاول ألا تغضبها. يدق قلبها للحب سريعا وتحب الاتصالات التليفونية الرومانسية والخطابات الملتهبة. هذا يعني أنها ستكلفك الكثير. تحب النزهات الهادئة الرومانسية، ولكن احذر فهي سرعان ما تتبدل، وهذا بفعل طبيعة برجها، فهي اثنان في واحد، حيث تحمل في عقلها وقلبها مختلف الآراء والأفكار والمشاعر، ولها عقل جبار يستطيع الانتقال من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في لحظة واحدة. حاول أن تكون الشيء الوحيد الذي تثبت عليه، وأن تكون دائما في عقلها. هي لا تستقر على مزاج ثابت، فهي عصبية في لحظة وهادئة في لحظة.
قد ترى السعادة والسرور على وجهها، ولكن قلبها قد يكون مليئا بالهم والحزن والألم، وقد تحلم بأشياء اليوم وتناقضها غدا. إياك أن تنتقد هذا السلوك، وإلا اعتبرت ذلك مهاجمة لها. ستناقشك إلى أن تغير رأيك، فهي صاحبة ذكاء حاد وعقل ثاقب، لذلك تظاهر بتغيير رأيك سريعا، وإلا سيكون النقاش طويلا. تستطيع أن تتفلسف أنثى الجوزاء في كل الأمور وتستخدم المنطق في كل الوجوه، فهي سريعة البديهة والخطر. حاول أن تكون منطقيا دائما ولك فلسفتك الواضحة. تستطيع القيام بعملين في وقت واحد كالعمل والدراسة أثناء الاستماع إلى الموسيقى، فهي تنفر من الروتين، وأحيانا تستطيع القيام بعدة أعمال في وقت واحد. لذلك أثناء وجودك معها حاول أن تكون الشيء الوحيد الذي يشغلها، وإلا فتاة الجوزاء حساسة جدا، فهي تهتم بكلامها ولا تحاول أن تجرح أي شخص، وتتعامل بلطف مع المحيطين بها، وهي شخصية مبدعة. تصنع أشياء جميلة جدا من عدد من المهملات والأشياء التي تحتاج لها. وما تستقر في منزل زوجها أصبحت ربة منزل ممتازة، تستطيع أن تتجاوب مع أحاسيس الرجل المرتبط بها وتنسي أحزانه وأحباطه، وتستطيع أن تمتص غضبه وتشد من أزره في مواجهة الظروف الصعبة. لذلك معها ستكون كائنا آخر بلا أحزان ولا إحباطات ولا غضب، لها حضور رائع وأنوثة طاغية وشخصية مستقلة تعبر عن رأيها بوضوح وصراحة. والحل الصحيح يكون عندها دائما، ولكن في نفس الوقت ليست دكتاتورا. ونصيحتي لك أن تحرص على عدم مضايقتها أو التقليل من شأنها، فهي في هذه الحالة تنفعل ولا يستطيع أحد أن يسيطر على غضبها. فاتركها حتى تهدأ ثورتها وناقشها بعد ذلك بهدوء. ستجد صعوبة في إقناعها، فتحلى بالصبر. تحب أن تشركها في كل أمورك وأحوالك، فهي لا تقصد التدخل والفضول، بل أن هذا يعبر عن اهتمامها بك. فهي تستطيع أن تتكيف مع ظروفك مهما كانت، فهي مدبرة تصمد أمام أصعب الظروف. اطمئن، مصروف البيت سيكفيكما. هي ثرثرة بعض الشيء فلا تشعرها بذلك، ويمكن أن تغير الموضوع بلطف حتى لا تتسبب في إحراجها. حين تكون متعبا لا تفتح معها موضوعات قد يطول الحديث فيها. يمكن أن تهدي لها أدوة مكياج أو قطعا من الملابس، فهي تهتم بأناقتها جدا. ما ستوفره لك من مصروف سيضيع على شراء هذه الأشياء. عزيزي الرجل، إذا كنت تحلم بأن تتزوج من أكثر من امرأة، فعليك بامرأة من مواليد برج الجوزاء، وستضمن لنفسك على الأقل تقدير 2 أو 3 في امرأة واحدة. في شبابها المبكر تجد أنك أمام لغز محير، لكنها كلما تقدمت في السن وازداد نضجها أصبحت أكثر وضوحا. فهي امرأة جذابة وجليس أنيس، لديها القدرة على تغيير حزنك وآلامك إلى فرحة وسعادة بنكتها الذكية. إنسانة حساسة ورومانسية ومبدعة، مضيافة وربة بيت ماهرة، تجيد استقبال ضيوفها وتوجيه حديثهم. لديها من اللباقة والذوق الذي يجعلها تتحدث في كل شيء من الشعر الجاهلي وحتى آخر الأحداث السياسية، لكن حاذر أن تتبدل أو تنفعل، فلو حدث هذا فلن يستطيع أحد أن يهدئ من روعها. فإن لم تكن تصدق ما أقوله لك فتذكر الفاتنة مارلين مورو، فلقد اتفق كل من عرفها على سرعة تبدل مزاجها. المرأة الجوزاء رفيق درب رائع، بها كل ما تتمنى، فهي على استعداد لأن تشاهد معك مباراة كرة قدم صباحا وتشاهد حفلا بالأوبرا مساء. لديها أنوثة طاغية ستبدو لجميع من حولها مغرية وجذابة، تلاحظ كل ما يدور حولها وتستوعبه، ولديها الرأي الصحيح والسديد والحل المنطقي، فحاول أن تستمع إلى رأيها ونصائحها لك. زوجتك الجوزاء مرحة ولطيفة، تحب أطفالها وتنمي لهم شخصيتهم المستقلة، وأطفالها في الوقت نفسه يثقون بها وينفذون أوامرها. صحة أطفالك معها جيدة ولهم خيال خصب ويتمتعون بالذكاء. وأخيرا أنت تعرف جيدا أن لها شخصيتها المستقلة، ولسوف تنتهز أي فرصة بين الأصدقاء والأهل لكي تعبر عن رأيها، فرأسها مليء بالأفكار ولسانها مفعم بالحديث والتعبير. فإذا لم يكن هذا يضايقك فامسك بها بكلتا يديك ولا تدعها تفلت منك.
شكرا دكتور على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل لبرج الجوزاء، ونتمنى أننا قدمنا الوصفة الصحيحة لقلب الجوزاء. في النهاية شكرا لمتابعتكم، دمتم بخير، طيب الله أوقاتكم.